السلام عليكم. اليوم غادي نتعرفوا على رئيس الفرقه ولا رئيس الجوقه ديال الجسم ديالنا. هذا العضو اللي مهم كيتواجد في الجانب الايمن ديال البطن ومحمي بهاد الاضلوع التحتانيين ديال الصدر. هذا العضو هو الكبد. الوزن ديالو تقريبا كيلو ونص وكيستقبل في كل دقيقه لتر ونص ديال الدم. هذا العضو اللي هو الكبد الخصائص ديالو متعدده ومتشعبه، يعني كتمشي من الصناعه للتخزين، إزالة السموم وإلى ما ذلك من مهام كثيرة ومتعددة. هو تقريبا كيستقبل كمية اللي كتجي كلها من الدم للجهاز الهضمي، والمهام ديالو كتبدا أولا من إزالة السموم اللي كتطلع من الجهاز الهضمي، سواء كانت من كحول أو من أدوية أو من مواد متسممة كتكون في الأطعمة ديالنا اللي كيحيدها باش ينقي الجسم منها. فيما يتعلق بالسكريات، هو الخزان ديال واحد النوع السكر اللي كيتسمى الجليكوجين اللي كنستعملوه عند الحاجه، وفي نفس الوقت من غير التخزين ديال السكر هو كيصنع لنا واحد انواع ديال السكر عن طريق يعني تحويل ديال الدهون ولا ديال البروتينات عند الحاجه. بالنسبه للبروتينات هو كيصنع مجموعه من الحوامض الامينيه ومجموعه من البروتينات اللي كتدخل في التخثر ديال الدم. بالنسبه للدهون هو اللي كيصنع لنا الكوليسترول وهو اللي كيصنع لنا ما يسمى بالتريغليسيريد او ثلاثي الدهون، وكذلك كيخزنهم في مستوى الكبد. كيخزن لنا كذلك مجموعه من المعادن كالحديد كالنحاس كالزنك. كيتحكم في بعض درجات التفاوت ديال الهرمونات اذا طلعوا ولا نزلوا في المستوى ديالو، هو كيعبرهم باش يقرضهم ويحيدهم من الجسم. وكذلك فيما يخص المناعه كيصنع لنا بعض المواد اللي كتدخل في مناعه الجسم. اذا هذا العضو هذا متشعب المهام، يعني عطاه الله هذه المهمه في الجسم. كيخصنا نفهموا هذه المهمه ديالو باش من بعد غادي ندخلوا في واحد مجموعه المواضيع نفهموا الامراض وكيفاش يمكن الامراض اللي كتجي للكبد وكيفاش يمكن يعني نحفظوا الجسم ديالنا على الاقل ما نوصلوش لواحد الدرجات ديال الامراض اللي تاثر لنا على العمل والكفاءه ديال الكبد. الكبد كمجموعه من الاعضاء اخرى ما كيتعرضش غير للالتهاب الفيروسي، كاين التهابات اخرى متعدده اللي غادي نشوفوا بعض منها. التهابات متعلقه بالدهون، متعلقه بالكحول، التهابات اخرى متعلقه بامراض اخرى اللي كتنتج مثلا على امراض مناعيه او امراض يعني اللي عندها علاقه ببعض المعادن. كذلك كيتعرض للتلف او ما يسمى بلا فيبروز، وهذا التلف كيقدر يتطور ويوصل للتشمع اللي هو لا سيروز، وبطبيعه الحال هذا لا سيروز في بعض الحالات كتوصل حتى لداء السرطان. وكاين امراض اخرى متعدده كتقيس الكبد. غادي نحاولوا في الحلقات المقبله نشوفوا بعض الامراض وخاصه اللي كثيره منها عندنا في